حابة تقولي اسمك؟ أسماء عادي. أسماء. أسماء. يا أسماء، المكالمة مذاعة على الهوا، موافقة بالإذاعة؟ موافقة. علي صوتك يا أسماء. أيوة موافقة حضرتك. اتفضلي قولي لي مشكلتك إيه؟ أنا دلوقتي أنا قعدت من وأنا صغيرة كنت بعاني من والدتي، لأن هي كانت على طول مع اضطراباتها النفسية، كانت يعني على طول عصبية وكده. يعني ما كانش فيه تفاهم ما بيني وما بينها، طبعا في غير فرق الأجيال والكلام ده كله. ماشي، إلا هي كمان تيتا ما كانتش برضك ما كانتش قادرة اللي هي تديها الحب والحنان وكده. هو فكانت بتحاول تعوضني بالفلوس. طبعا تعويض الفلوس مش هو كل حاجة، لأن أي واحد مننا أهم حاجة وجود والدته حواليه بحنانها بحضنها. وهي هي مامتك دي كانت أهم حاجة. عيانة؟ لا، كان عندي خلاني هم اللي تعبانين، فهي ما كانتش فاضية لنا. عندنا مرض وراثي في العيلة، فاللي هي ما امم. كانتش فاضية، اللي هي طول الوقت كانت مع خلاني، لأن كان بيتحجز كل سنة، وكنا حتى معظم الأعياد بنقضيها في المستشفيات. امم. مرض دم. امم. فهي الله يكون في عونها، بس أنا من ضغط المشاكل طبعا، لأن هي مش قادرة تفهمني، اضطريت إن أنا أفكر إن أنا لما كبرت إن أنا أتجوز. كان عندك كام عشان سنة؟ عشان بحاول أرضيها. مش عارفة، كان عندي ساعتها، أنا من وأنا عندي 18 سنة ما أكدبش عليه فكرت في الجواز. بقيت عمالة كل ما يجيني عريس أوافق عليه بدون تردد، ولا حتى أشوف إيه هو عيوبه ولا مميزاته. عايزة أرضيها، أبعد عنها، على أساس إن أنا أحاول إن أنا أعمل أي حاجة انتي ترضيها والدك بأي فين؟ طرق. والدي عايز، بس يعني يعني هو من النوع اللي هو ما بيحبش يدخل نفسه في مشاكل امم. وكده. يقول انا كفايه عليا ضغط الشغل، ان الشغل بتاعه خطير، لو هو دخل في المشاكل بتاعه البيت مش هيركز في الشغل بتاعه، ممكن يجرى له حاجه. تمام. وبعدين فقلت امم. اتجوز، فما اكدبش عليكي جيت اتجوزت واحد. اول واحد جاني خطاب كتير. اتخطبت، امم. كنت اجي اقف جنبهم واساعدهم وكده. مش ان انا اساعدهم بمبالغ، لا بقى ادخلهم جمعيات، اظبط لهم الدنيا وكده، على اساس اللي ايه، يعني الدنيا تبقى هينه، اللي احنا على طول نتجوز، سهل اللي احنا نتجوز. امم. فما حصلش نصيب اكتر من مره. لما حصل كان عندي 25 سنه. اه. آه ك... واحد شافني وكده وجي، عشان انا كنت بقعد في البيت ما بخرجش. نادر جدا لما يشوفني واحد عن طريق اللي انا خارجه مع والدي رايحه فرح الكلام ده تمام، كله. المهم كانوا اتجوزتي. مش اهم حاجه كتب كتابي. جيت بعد كتب الكتاب باسبوعين قالت لي، لقيت واحده بتتصل بيا بتقول لي انا مراته ومعايا 3 عيال منه، وهو سنه صغير جدا. كان عنده كام وجاي سنة؟ كان عنده حوالي 25 سنة لما اه، جه وكان كتب كتب كتابه عليا كتابك ورق. بس؟ كتب كتابي بس ما دخلناش. اه، قالت لك انا بعدين مراته كنت أنا وعنده كام عيل؟ عنده 3 عيال. اه. قلت لها ده احنا سألنا عليه في نفس المكان اللي هو عايش فيه ومحدش قال لنا حاجة. قالت لي لا، أنا بنت عمه وهو اتجوزني وكده، اتجوزنا صغيرين وأنا معايا دلوقتي 3 عيال منه. وكان جاي يتجوزك قلت لها جواز ده جاي. صالونات يعني، مش برضو انت ما بتحبوش ولا هو اه بيحبك؟ اه البطاقة مكتوب فيها عازب امم. اصلا، اللي هو اتجوز بيها. يعني انا استغربت من اللي هو جاي بيقول انا عازب وما فيش وكده، وانا ولقيته هو بعد كل حاجه لقيته هو متجوز. عملتي ايه بقى؟ قلت لها انا ما رضيش بخراب البيوت، طالما انت بنت عمه تعالي وهاتي المأذون وشوفي كده ونتطلق انا وهو. امم. وبالفعل انا اتطلقت منه وكده وما حصلش نصيب ما بيني وما بينه، كل واحد مننا راح لحاله. بس امانه الشهاده لله، هو جه قال لي كفايه اللي انا وقفت حالي، امم. والمفروض فاضل لك اسبوعين على الدخله، برضو كان فاضل لي اسبوعين وادخل. امم. فجي راح اداني اداني الشبكه بتاعتي، واداني المؤخر بتاعي، النص المؤخر. قال لي ده حقك. تمام. كفايه اللي انا عملته اليوم. بس هو اتعلق فيا الصراحه، مش انا ما كنت. هو واحد كويس، وكنت انا معجبه بيه، ما اكدبش عليكي، المهم راح لحاله لان هو ما وانتي. مش عجبني. اه، وانتي ورحت عملتي ايه لحالي. بعدها؟ والدتي جت قالت لي بعد ما اتطلقت، قالت لي لا انت جالي واحد تاني. فجت قالت لي في نفس الوقت اللي احنا كنا اتطلقت فيه، تاني يوم على طول لقيته جالي واحد مطلق وكده ومش معاه اطفال. امم. قالت لي طب وافقي عليها عشان اخواتك، انت عارفه في واحده فاضل لها طلقه والتانيه
بنت بنوت هيقف حالكم انتوا التلاتة وكده، وممكن اختك تتطلق. امم. قلت لها طب خلاص يا ماما، انا ما رضاش الاذيه لحد، ورحت قلت لها ماشي، ووافقت على الجواز. ماشي. اتجوزتي؟ اتجوزت، لقيته عايزه اقول لك الكوافير بالقسط، والمأذون بالقسط، وكل حاجه بالقسط. بقيت انا اللي متصدره ان انا اشتغل وادفع. حياته كلها قسط وانت اللي تدفعي؟ لقيته هو ادفع. ولما جيت قلت له طب مش هتنزل الشغل، ده احنا اول شهر اهو. قال لي امم. اصل انا اترفدت من الشغل. ده من اول كده، من اول ما اتجوزتيه؟ من اول ما اتجوزته. يعني بيحجز لك عند كوافير يوم الفرح بالقسط؟ ده اكتشفت يوم الدخلة الصبح. انا بقيت اجمع له في الحاجات، المجاملات اللي بتجيني من اهلي، اه. على اساس ان انا اسد وكده، ونزلت اشتغلت عشان اسد. امم. وطبعا ده اتجوزتيه سلق بيض، ما سألتيش عليه ولا عرفتي اي حاجة؟ سألنا عليه، كان كله عمال يقول لنا كويس، ومهندس كمبيوتر، وشغال في شركة ايديال وكده، وكان امم. قاعد فيها 5 سنين. وطلع اترفد من الشغلانة. لم قعدتي معاه قد ايه؟ قعدت معاه 5 سنين، بس 5 سنين اتبهدلت شغل، ويعني عايزة أقول لك اتمرمطت جامد جدا. وانت اللي وبقيت بتصرفي أشوف وانت له. اللي بتجيبي الاكل والشرب والايجار وكله؟ لا ما اكدبش عليكي، انا كنت بشوف له مكاتب توظيف يشغله فيها، ما يقعدش فيها 15 يوم شهر، يروح امم. سايب لي الشغلانه. مش كل بتاع شغلانه شغل يطلع يعني؟ فيها عيب. امم. مش بتاع شغل. كنت اجي من وخلفتي؟ الشغل الاقيه بيلعب بلاي ستيشن. انا قلت لوالدتي في الاول وكده، هون يا ماما اتطلق منه، طالما انا سقطت منه مرتين يبقى ربنا ده مش راضي ان انا اكمل معاه، خصوصا ان هو امم. مش بتاع شغل. قالت لي حرام يا بنتي ما تفتريش عليه، عشان برضك ما تعرفيش الدنيا، برضك ايه ممكن تنولك اللي اسوأ منه. امم. لو انت افتريتي عليه بكره اللي هيجي يفتري عليكي. وانت كده هتبقي بتفتري عليه سمعتي؟ لو بعدتي عنه. قالت لي استني واديله فرصة تانية ويمكن يتغير. وانت سقطتي المرتين بإرادتك ولا غصب عنك؟ لا كانت عندي نسبة الإخصاب عالية، بتعمل امم. يعني تصلب في الدم، ما بتخليش الدم يوصل للطفل، امم. فكان بينزل قبل ما امم. فجيت رحت قالت لي كملي معايا يا بنتي معلش، وشوفي برضك عشان ربنا ما ينولكيش واحد يبقى أصعب منه يفتري عليكي، ما تفتريش عليه. اتطلقتي بعد 5 سنين؟ بعد ما 5 سنين جبت منه طفلين وكده، هو لقيته امم. طبعا. يعني البنت بتنام على السلم، عشان هو الايه مش عارف اللي هو يتعامل معاها. بنت يقولك مين؟ زهقتني من كتر بنت بنتي انا. مين؟ بينيم بنته بنتك على هو السلم؟ على السلم، اجي من اللي الشغل هي الساعه 12 بنته؟ بالليل. بنتك وبنته؟ اللي هي بنته. اه جيت والله تعبت جدا، عايزه اقول بينيمها على لك، وما السلم سبتش ايه الشغل. السبب بقى؟ يقولك اصل كل شويه تطلع وتنزل وتخبط عليا، عشان انا كنت بيتي جنب بيت والدتي، انا ما يعني رضيتش هو اسيب قاعد والدتي بعد هو ما قاعد في اتجوزت. البيت، ما بيعملش حاجة، وانت اللي بتشتغلي اه وتيجي تلاقي بنتك نايمة على اه السلم؟ وهو بيلعب لعبة بيس بتاعت ماتش كورة كده. امم. يعني الاقي هو عمال يلعب على الماتش وسايب عياله وكده، ومش فارقين معاه. امم. فتعبت وعانيت معاه كتير لغاية ما لقيت نفسي غرف بيطمع 600 الناس ألف فيا. داهية كمان؟ بيطمع الناس فيا، يروح يحكي لهم. والدتي تقول لي هو يا بنتي فرحان عشان الأولانية ما كانتش بتعامله كويس، فانت كنت بتعامليه كويس والكلام ده كله. بيحكي لهم ايه اقول بقى؟ لها بيحكي لهم انا بعامله ازاي، او بتعامل معاه وانت كويس كنت ازاي، انا في بتعامليه البيت حلو؟ وكده في اوضه النوم. اه. كنت بعمل كل. انا بصي والدي قبل ما اتجوز قال لي يا بنتي تعالي، قبل ما تتجوزي لازم تراعي ربنا في الانسان اللي انت هتتجوزيه، لان لو جات يوم هو يعني انت يعني انه ما انا غضبان صح. عليكي، ربنا اه هيزعل. اه الملائكة هتلعنك اه ماشي. اه امم. جيت قلت طب خلاص ماشي، وانا هراعي ربنا فيه، راعيت ربنا فيه لدرجة ان انا لقيت بعد بقى 5 يعني انت راعيتي شهور من ربنا فيه جوازي. رغم ان هو كان ما بيشتغلش وسايبك انت اللي تشقي وتتعبي؟ انا راعيت ربنا فيه على قد ما اقدر والله. طيب. عايزه اقول لك نزلت الشغل وظبطت الدنيا، وعايزه اقول لك بعد ما لقيت نفسي حامل، فقلت ايه طب طالما انا لقيت نفسي حامل، وهو مراته الاولانيه كانت هتوديه في داهيه، اتصلت بيها قلت لها بصي انت يا بنت الناس، لو انت مراته عايزه ان انت الأولانية انت دلوقتي. متجوزاه، انت قلتي كان مطلق؟ كان مطلق. اه. كان هو بيقول ما بتخلفش، عندها عيب في المشيمه، ما امم. بتخلفش.
جيت بعد ما اتجوزت لقيت مراته ولدت بعد 5 شهور من جوازي. امم. اتصلت بيها واتحايلت عليها، قلت لها عشان خاطري انا مش عايزه حياتي تتدمر، حاولي ان انتي تساعديني. انا يا ستي كل اللي انتي يعني المتطلبات اللي انتي عايزاها انا تحت امرك فيها، لو عايزه ان انتي ترجعي وكده وانا امم. اجيب سرير ليا في اوضه تانية واحنا يعني نتعايش كمان مفيش طلع مشكله. كذاب ومش مطلعها عشان ما بتخلفش. لا هو اكتشف فعلا ان هي حامل بعد الجواز، اه. وولدت بعد الجواز، هي كانت مداريه عنه خالص تماما. امم. لان انا عايزه اقول لك هي رفعت عليه قواضي والكلام ده كله، انا هديتها، كانت هي متعصبه منه لان هي كانت هي اللي عارفه دنيته، انا ما كنتش اعرف عنه حاجه. وانتي عرضتي عليها تيجي تعيش معاكي في نفس البيت عادي؟ قلت لها تعالي عيشي معايا، انا عايزه اعيش، عايزه واحد يراعي ربنا فيا، مش عايزه اكتر من امم. كده، وعايزه اعيش رب البنت اللي هتيجي دي. امم. يا بنت الناس بدل ما تبهدلي وعيالك يجوا في يوم من الايام يقولوا لك انت بهدلتي ابويا في المحاكم، تعالي نعيش كلنا سوا، او شوفي انت عايزه ايه وانا تحت امرك. اهم ماشي. حاجه فضلت ورا القواضي لغايه ما خدت فعلا احكام، وانا برضو كنت كنت على طول بشوف المحامين، وانا كنت متابعه معاه الاحكام اه، بتاعه فانتي يعني القواضي. بتظبطي الدنيا عشان انتي مش عايزاه يتحبس. مش عايزاه يتحبس عشان عايزه عيالي ما يتحرموش من ابوهم. عيالك اللي هو بيرمي بنته على السلم. انا ما كنتش اعرف اللي هو هيوصل لنفسه لدرجه اللي كده، انا قلت تمام. يمكن وبعدين يتغير. بعدين قولي لي اسرع، ايه اتطلقتي منه بعد كام سنه قلعت من؟ بعد 5 سنين خ... بعت ذهبي على الولد الاولاني، وكنت بدفع له نفقه لدرجه ان الولد لغايه دلوقتي بيجي يسلم عليا ويبوسني ويقول لك ازيك يا طنط عامله ايه وكده. ولا مين اللي بعتي ذهبك عشانه؟ الولد اللي هو ابن ابنه درتك؟ اه. اه، يعني انت اللي كنت بتدفعي النفقه عشان هو البي ما ما يتحبس. لا عشان كمان صعب عليا الطفل، انا قلت انا مش ضامنه نفسي لعيالي، لو انا اه جيت عليها، لو جيت في يوم من الايام ربنا افتكرني هلاقي اللي يجي على عيالي. والله. يعني انت بعتي الذهب عشان خاطر الواد اللي مش ابنك، وما بعتيش الذهب لولادك؟ هقول لك على حاجه، انا عملت الخير ولقيته كفايه ان انا الولد لغايه دلوقتي بيجيني لغايه عندي ومش وبيقول ناسيني. لك ازيك يا طنط؟ ونفسه ونفسه اللي هو يجي يعيش معايا. امم. ما علينا، نعدي النقطه دي. الولد اصلا دلوقتي الولد دلوقتي برضو هو كمان بيعاني، الولد ولا امه عايزاها، ولا عايز امه ولا عايز ابوه، امه رميته بعد ما اتجوزت وابوه برضو رماه، والولد دلوقتي عايش مع سته ونفسيته برضو متدمره. طب ماشي، بغض النظر عن الولد، انا دلوقتي عايزه افهم، انت بعد ما اتطلقتي فين حصل لك حاجه جديده ولا خد خلاص؟ خد مقابل الطلاق خد 5000 جنيه. انت اللي عايزه دفعتي اقول لك 5000؟ والله دفعت 5000، قلت له بقول لك ايه، انا اتبهدلت كتير واتهنت كتير وربنا اللي يعلم بيا، كيف هي اللي حصل لي منك يا ابن الناس، خد فلوس اهو. جه معايا للمأذون، امم. لما قلت له خد 5000 جنيه جه متجري ورايا للمأذون وافق؟ وجاب لي فرح وافق قالك وراح كلم 5000 جنيه المأذون. بقى؟ اه. وجه معايا وانا ببيع اخر حاجه في دهبي اللي هي السلسله اللي باقيالي، بعتها له ورحت مدياله الفلوس وخد بعضه ومشي. امم. جه وانت بعد خدتي ما العيال صرف ومشيتي؟ الفلوس اخدت العيال ومشيت، انا ما اقدرش استغنى عن عيالي، ما اقدرش ابيعهم. امم. تمام. ده هو لو قدر هو يبعد عنهم يوم انا ما اقدرش ابعد عنهم. طبعا. امم. فجيت رحت قلت له ايه، قلت له طب ساعدني في النفقه بتاعتهم، طب ادفع اي حاجه، لاني كمان لقيت ابني بعد الطلاق لقيته عنده مرض الداء في الدم، انت عنده انيميا انت الفول. طلبتي منه يساعدك في النفقه، اذا كان انت كنت في بتدفعي له النفقه بتاعت العيل الاولاني ودفعتي له صحتي حق انا الطلاق؟ تعبانه، ما انا صحتي تعبت لاني انا كنت بشتغل في عز الشتاء في مصانع جاتوهات، كنت بغسل المواعين طب وهو بتاعتها رد قال لك من ايه؟ الساعه 8 بالليل للساعه 12. رد قال لك ايه؟ عايزه اقول لك كان بصي في الاول ما اكدبش عليكي، هو كان بيدفع في اول 3 شهور دفع لي 1000 جنيه كل شهر، اه. بعد كده ما بقاش يدفع. اه. قعد فترة يلوعني ما يدفعش خالص، وبعد كده رجعنا تاني لما قلت له هديته، كان معايا كمبيالات ليه ما اكدبش عليكي، كان هو اللي امم. كاتبها على نفسه، قال لي ايه عشان انت انا اخدت منك فلوس الذهب بتاعك انا هكتبه لك في كمبيالات. امم. فجيت قلت له يا اما تعملني، يا اما تديني الفلوس، يا اما هرفع عليك فلوس في المحاكم بالكمبيالات دي، لاني اكل على اهلي كمان فلوس كتير، كان بياخد منهم فلوس وما كانش بيرجعها. تمام. يعني خاف من التهديد وبقى يدفع؟
قعد برضك فترة يدفع وبرضك قطع تاني. إن لكن انت أنا ما بنتي رجعتيش على دخلت ذمته، المدرسة. ما رجعتيش تاني على ذمته. لا ما رجعتش، أنا امم اتجوزت ما أكدبش عليكي بعد سنة من الطلاق، رجعت اتجوزت تاني. تالت؟ الواحد ده هو كده مش. تالت. ده التالت. لا اه أنا بقول على اللي دخل، اللي أنا يعني ما أنا صح اتجوزته جواز يعني إيه، ودخل عليا لغاية الآخر وعايش معايا يعني ما أنا صح. عشان الاولاني كتب كتابه بس. تمام. اه امم هو دون بقى إيه اللي معايا، دون بيصرف معايا عليهم، بس طبعا ضغط المصاريف انت عارفة الدنيا والحياة دلوقتي عاملة ازاي. وهو معاه عيال طبعا اللي اتجوزك ده. هو بيدفع نفع برضك، هو التاني برضك لابنه برضك عشان ليه ابن من واحدة تانية وكده. امم فقال لك انا هعملهم كأنهم ايتام، بس هو طب ضغط حلو. المصاريف عليه شديد. طب انت سؤالك ايه بقى بعد القصة انا دلوقتي الغريبة دي؟ انا عايزه، انا تعبت جامد جدا، تعبت ان انا مش عارفه اربي عيالي. انا ابني دلوقتي لغايه دلوقتي ما دخلش حضانه ومش عارفه امم انا اعمل له ايه. انا تعبت والله. انا لو الاقي حاجه تساعدني انا ما فيش مشكله، بس دنيتي امم كلها بايظه، اللي انا مش لاقي حد يساعد معايا. الولد مش لغايه انت دلوقتي خلفتي بنتي من دخلت الجديد؟ مدرسه، جبت منه بنوته. امم يعني انت معاكي 3 عيال وعايزه دلوقتي؟ اقول والله انا معايا 3، بس انا مش عارفه اصرف عليهم لدرجه اللي هم دلوقتي داخلين مدارس عماله شايله دنيتهم هم. طب انت فين؟ طب رميهم لما جيت قلت له حس بيا وبالمصاريف اللي انا بدفعها دي، انت خدهم قعدهم عندك ماشي. رموهم لي في الشارع وسابهم لي وطلع بيتهم. كان في امم كورونا، في عز الحظر بتاع كورونا. لكن ما فكرتيش ترفعي عليه قواضي؟ ما قلت لا عشان ما فيكوش بنت عيالي في يوم من الايام يحاسبوني اذا طب كنت كلمت والكمبيالات دي طليقته اللي معاكي؟ الاولانيه. كمبيالات معاكي؟ رفض. اضطريت ان انا ادفع كمبيالة لمحامي عشان ارفعها اهدده بيها بس مش اكتر. امم قلت عشان في عرفت اللي في جلسة واحدة بياخدوها الاهل وكده، وان يكتب اقرار على نفسه في المحكمة مسجل في المحكمة اني انا اخد نفقة كل شهر بدل ما ادفع فلوس من المحامين بسبب النفقة وكده. امم الو. ايوه معاكي. طيب خلاص، يعني انت دلوقتي محتاجة شغلانة مثلا تساعدك على المعيشة؟ لا انا محتاجة حل للمشكلة، لاني انا عندي دلوقتي قلبي تعبان، عندي ارتجاع في صمامين الاورطي وتضخم في صمام. امم انا صحتي كل مادة كل ما بتترجع، غير كهرباء في فقرات الظهر طب احنا والرجل. نحل لك مشكلتك ازاي؟ مش فاهمة. انا عايزه اعرف بس الحل معاه ازاي. انا جربت معاه انهي جميع حل؟ هو الحلول هو مش انت عارفه. حل ايه؟ طب انا سمعتك، اسمعيني. اه يعني انا مش فاهمه حل ايه اللي انت طالباه. اذا كان انت بايدك وشفتي بعينك وعاشرتيه ان مع طليقته ما دفعش النفقه، وانت اللي كنت عماله خايفه عليه من الحبس، خايفه على اسم النبي حرصه لا يتحبس، فعماله انت تعملي ايه؟ تبيعي في دهبك وتروحي تسددي عنه، وتبيعي في دهبك وتسددي عنه، ومفيش مشكله، هو قاعد في البيت بجماله وحلاوته وشطارته وطعامته، وانت اللي بتشتغلي وتتبهدلي، وترجعي تلاقيه منيم البت على السلم وتقولي عادي اصل انا عايزه اعيش. وطليقته تكلمك وتقولك البلاوي بتاعته وتقولي عادي، وتقنعيها انها تيجي تعيش معاكي. دي انت جميله قوي، دي انت لقطه. هو في كده؟ جاي لا دلوقتي فاهميني بتقولي حضرتك. جاي دلوقتي هي ما بتقولي قالتليش بلاوي، انا عشت البلاوي دي، هي ما انت قالتليش عشتيها، حاجه. وانت عماله تدفعي له نفقه التاني، وعشان تطلقي دفعتي له 5000 جنيه. ده هو المفروض يعني انه يطلقك وخلاص يديك حقوقك، لا ده انت اللي بتديله عشان تطلقي. جاي دلوقتي تدوري وتفتكري ان واحد زي ده هتاخدي منه نفقه؟ لا، والعجيب بقى كمان، طب رفعتي عليه قضيه نفقه؟ لا اصل انا مش عايزه ارفع عليه قضيه نفقه عشان عيالي. يعني ايه؟ ارفع عليه قضيه نفقه خليه يتحبس، ما انت اللي نقصتيه من الحبس الاولاني. حتى لو مش هتاخدي فلوس، ما اللي زي ده لازم يترمي في الحبس، لازم يتسجن. هو كل يومين هيروح يتجوز واحده ويخلف منها ويجري؟ ما اللي زي ده لازم يعيش جوه، لازم يفضل مسجون، ده عاله وعاهه على المجتمع. يعني انت المره الاولى كان في ايد، كان ممكن يتحبس ويتسجن وياخد عقابه، ويمكن كان بعدها اتعظ واتقل في ولادك، لكن انت خفتي عليه، فرحتي تفديه بعمرك وتفديه بنفسك وتفديه بذهبك عشان ما يتحبس. ودلوقتي عشان ترفع عليه نفقه، لا انا مش عايزه ارفع عليه نفقه عشان عيالي. لا، روحي ارفعي عليه نفقه، ولازم ترفعي عليه نفقه، ما عندكيش حل تاني. حتى لو مش هيديك ولا جنيه لازم ترفعي عليه نفقه عشان يتحبس، عشان يبقى عبره، عشان اللي زيه ما يروحش يتجوز ويرمي. وكل راجل هيتجوز ويرمي عياله لازم يبقى مكانه في السجن. طالما مش قد المسؤوليه ومش قد انك تكون راجل، غرفه 60 ده هي ما تتجوز.
لكن محدش يروح يطلب بنت ناس ويجيبها ويخلف منها وفي الاخر يقول مع السلامه. والستات اللي بتبقى عامله ابطال وشايلين ان حديد كده، انا مش عارفه ايه الستات الغريبه دي، تبقى شايفاه ناطع وقاعد في البيت ومش بتاع شغل، وتلاقي الحل انا هنزل اشتغل. انا هو ده الحل؟ ما طالما قدرتي تنزلي تشتغلي عايزه منه ايه؟ ما تغوريه في داهيه قبل ما تخلفي لنا العيل والاثنين والثلاثه. طالما قدرتي تنزلي تشتغلي وشايفاه كده من البدايه، من اول شهر بتقولي كل حياته قسط، الكوافير قسط، بيستلف من اهلي، كل حاجه قسط، مش معايا اكلني، من اول شهر نزلنا اشتغل، ربنا كرمك وسقطتي مرتين عشان جرس انذار، رحتي تخلفي عيلين. يعني مخكم بيكون فين؟ ما تزعلوش مني، انا مش قادره اتعاطف معاكم، مش قادره. المخ ده بيكون فين؟ بتمسحوه باستيكه. وراحت تقول لامها، تقول لها امها ايه؟ لا يا بنتي ما تفتريش عليه، حرام عليكي، تلاقي واحد يعذبك، هيعذبها هي اكتر من اللي هي كانت فيه. ومين فيهم اللي بيفتري على التاني؟ مين فيهم اللي بيفتري على التاني؟ اللي قاعد في البيت عاله وسايب مراته تشتغل؟ هو ده نصيحه امك ليكي؟ انا ما عنديش حل اقوله لك غير انك لازم ترفعي نفقه عشان يتحبس، حتى لو مش هتطولي منه جنيه يكفيني ويشفي النار كده اللي انت حكيتيه ده، مش هيشفيه غير انه ياخد حكم ويترمي ويتحبس. ده اللي انا اتمناه. فده يا ريت تعمليه وربنا يكرم، واي حد بيسمعنا يقدر يساعدك، يقدر يقدم لك مساعده، يقدر يشوف لك شغلانه. يا رب لو قدرنا اكيد مش هنتاخر. هخلي الاعداد ياخد كل بياناتك، لعل وعسى يبقى حد حابب يساعد او حد حابب يعمل خير، وساعتها مش هنتاخر عليكي. بس طبعا بعد ما تثبتي لنا صحه كلامك وتثبتي لنا كل اللي انت قلتيه ده، وقسيمه الطلاق الاولانيه، وبتقولي عندك مشاكل في القلب، تبعتي لنا الاشاعات والتقارير الطبيه. ربنا يكرم يا رب، وباذن الله ربنا يعوضك خير وتقدري تربي عيالك. ما تزعليش مني، يمكن كنت قاسيه، لكن بجد بجد بتوجعوا قلبي قوي. بحزن قوي لما بيكون في ناس بالسذاجه دي. ليه الست بترضى على نفسها الاهانه والمذله بالشكل ده؟ ليه من اول ما بتتجوزي وخلاص اتجوزتي يا ستي، لقيتيه من اول البدايه بتقول انه مش راجل، بتقول انه مش هيشيل مسؤوليتك، بتقول انه ما بيعرفش ربنا، بتقول انه سايبك انت اللي تشتغلي وقاعد هو في البيت. وبرده من الحاجات الغريبه قوي، ابتدى انا بعامله كويس قوي. بتعامليه كويس قوي بناء على ايه؟ يعني انت بتقولي انا كنت بعامله كويس قوي وبتقي ربنا فيه وبعامله كويس قوي، بتعامليه بناء على انتوا فاهمين الدين غلط. اصل ابويا قال لي يا بنتي لو اتجوزتي راجل اوعي تغضبيه. هو ده راجل يا حبيبتي؟ يا ماما هو ده راجل؟ ابوكي قال لك لو اتجوزتي راجل اوعي تغضبيه، لكن ما قالكيش لو اتجوزتي عفوا نطع، ما قالكيش كده. هو ده راجل؟ يعني ازاي قادره كنت تعامليه كويس ويعاشرك ويبقى في بينكم حياه زوجيه، وانت بتصحي الصبح تشقي وهو قاعد في البيت؟ فهموهاني دي، والنبي كل ست بتسمعني كده بتعمل الموقف ده تفهمني بتعمليها ازاي كده بتقدري تصحي والآية بتتعكس وتقومي انت وتلبسي وتجهزي وتروحي شغلك والبي نايم بيتدفى تحت البطانية؟ بتعملوها ازاي؟ وبتردوها ازاي؟ وبتكملوا على اساس ايه؟ واوعي تفتكري ان حياه زي دي عمرها هتستمر للابد. دي حياه وهميه، انتوا بتاخدوا مسكنات بس تجيبوا لنا في عياله، بس ده اللي انتوا بتقدروا عليه، تخلفوا بس. مع ان ده يعني بالمواصفات دي ما كانش ينفع تخلفي انت وغيرك. الكلام مش ليكي لوحدك. يعني انت اتجوزتي راجل باين من اولها انه ناطع وسايبك انت اللي تشقي وهو قاعد في البيت، طب بتكملي على اساس ايه؟ بتقعدوا ليه مع بعض وتخلفوا والحياه تبقى حلوه؟ يعني انا هحاول معاكي ان رب الناس تساعدك، ولو اي حاجه هنتواصل معاكي، وهخلي الاعداد يتواصلوا معاكي، تبعتوا لنا الاوراق الخاصه بحالتك وقسيمه طلاقك من البني ادم العجيب اللي انت كنت معاه. خلوني اطلع فاصل وارجع تاني.